عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وبتوحشوني جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة حلو قوي، هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا وبالكريمة. بجد يا جماعة وبدون حلفان أحلى من الجاهزة 100 مرة، وأوفر بكتير كمان من اللي بنشتريها جاهزة. لا تقولوا لي بقى العبد ولا الأبوار ولا إتوال ولا الناس دي. مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، وطريقتها سهلة جدا جدا جدا، أي حد ممكن يعملها، وبكمية دهون قليلة جدا. يعني مش هيكون فيها كمية دهون كتير زي اللي متعودين عليها في الكنافة. من سهولتها وحلاوتها هتعملوها كل يوم تحلية كده بجد تشرفك قدام ضيوفك وتفرح ولادك. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا وهنعمل الشربات الأول. هنا معايا كوباية من السكر عليها كوباية من المية، وهنعصر عليها كده نص ليمونة، وهنرفعهم على النار لحد ما يبدأوا في الغليان. اول ما يبدأوا في الغليان تحسبي لهم 5 دقايق بس. انا عايزة الشربات لا يكون لا تقيل ولا خفيف، يكون متوسط. هنا الشربات بعد ما غلي حوالي 5 دقايق على النار، بصوا قوامه اهو، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. انا مش عايزاه يكون زي بتاع الزلابية ولا زي بتاع البسبوسة، يكون متوسط. فضيت عليه كده كيس من الفانيليا في الاخر علشان طعم الفانيليا يفضل موجود في الشربات، وهنركنهم بقى كده على جنب ونسيبهم يبردوا. بعد كده هنجيب نص كيلو من الكنافة، وانا فرستها في الفريزر شوية علشان تبقى سهلة معايا ان انا افتفتها كده او افركها واخليها ناعمة. لما بتحطيها في الفريزر ساعتين 3 بتكون سهل جدا. بصوا، مجرد ان انا بمسكها ما بين ايديا بفركها كده بتتفرك وبتبقى ناعمة وبتتفرم خالص وبتبقى حلوة. وطبعا انت ممكن كمان تحطيها في الكبة وتفرميها، هتديكي نتيجة سهلة وبسرعة خالص. بس يا جماعة كده لما بتتحط في الفريزر ما بتاخدش وقت خالص، وبتكون سهل جدا انك تفرميها كده. تمام، انا خلاص فرقتها كلها ونعمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ معايا 4 معالق من السكر البودر، هنحطهم كده على الكنافة، ومعاهم كيس من الفانيليا، وهنقلب كل المكونات دي كده مع بعض لحد ما نخلط السكر البودر والفانيليا مع بعض. وبعد كده اضيف لهم نص كوباية من السمنة او 100 مللي من السمنه، ونبدا بقى نفرك الكنافه ديت مع السمنه كويس قوي 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 لحد ما نخليها تشرب السمنه. يعني كل الكنافه اللي معانا دي نخليها تشرب السمنه اللي احنا حطيناها لها كويس جدا. دي خطوه مهمه علشان تتحمر معانا بمنتهى السهوله. بعد كده بقى هحمرها ازاي؟ بدخلها الفرن واولع لها الفرن من تحت، او تولعي لها الشوايه حسب ما انت عايزه. وبعد كده بنفضل نقلبها كده في الفرن كل 5 دقايق، تقلبيها بالشكل اللي انت شايفاه زي ما انا بعمل كده، علشان كلها تاخد لون موحد ويكون لونها احمر واحد. هي بتاخد تقريبا ربع ساعة وبتكون اتحمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، علشان انا كنت بقلبها في الفرن كل شوية اخدت لون واحد موحد كده للكنافة كلها، اللون الذهبي الحلو ده هو ده اللون اللي احنا عايزينه. بعد كده بضيف عليها الشربات بعد ما برد. الكنافة بتكون طالعة سخنة من الفرن كده مولعة، وبنزل عليها بالشربات. وسبت شوية كده من الشربات، هقول لكم هعمل بيهم ايه في اخر الفيديو. هنقلب بقى الكنافة كده مع الشربات لحد ما نخليها تشرب كل الشربات اللي احنا ضفتها. وطبعا انا كمية الشربات دي حلوة قوي عليها، وسكرتها السكر المعقول. انتي لو عايزة تخليها سكرها اكتر من كده شوية ممكن تزودي الشربات عن كده حبة، وممكن كمان تقللي لو عايزه السكر قليل عن كده كمان. كده تمام، انا قلبتها كلها وشربتها للشربات. والناس اللي مش عايزه خطوه الشربات دي ممكن يرشوا عليها سكر بودر بدل الشربات، ممكن تنفع بس هتكون مقرمشه شويه عن كده. كده خلاص انا جهزت الكنافه، هسيبها بقى على جنب ونيجي لخطوه المانجا. بصوا يا جماعه، اي مانجا تنفع ان هي تتقطع وتبقى مكعبات وفيها لحم كده نستخدمها. طبعا الزبديه مش هتنفع علشان بيكون فيها خيوط كده، مش هتنفع. طب ايه المانجا اللي تنفع يا دنيا؟ بصوا حبايبي، ممكن السكري تنفع، ممكن المانجا الصديقة عشان فيها كمية لحم كتير تنفع جدا وحلوة قوي، ممكن كمان المانجا النعوم تنفع. اي مانجا فيها كمية من اللحم كده نقطعها ونعملها مكعبات. هنيجي بقى لطبقة الكريمة اللي احنا هنستخدمها. علشان توصلوا للطعم الجميل اللي بنجيبه من المحلات ونقول ليه مختلف عن اللي بنعمله في البيت، استخدموا الكريمة اللباني دي او اي نوع من الكريمة اللباني. مش لازم النوع ده يا جماعة، اي نوع. طبعا العبوه دي انا كنت استخدمتها معاكم في الفيديو بتاع الجاتو، وقلت لي يا دنيا طيب احنا لو اتبقى معانا كميه في العلبه نعمل فيها ايه؟ بصوا يا حبايبي، انا هنا فتحت العلبه اهو، بعد ما استخدمت الكميه اللي انا عايزاها قفلتها كده من فوق بالشكل ده، وحطيتها في كيس وحطيتها في الفريزر.
بعد كده لما هاجي استخدمها بطلعها واسيبها بره لما تفك خالص، وبعد كده بنستخدمها. بصوا اهيت انا دي مطلعاها من الفريزر يا جماعه، يعني انا حطيتها في الفريزر يمكن اكتر من شهر وشويه. في ناس قالت ما بتنفعش تتحط في الفريزر، انا هجربها قدامكم. بصوا الكميه اللي كانت باقيه معايا كميه صغيره، حطيتها كده في البوله وضربتها بالمضرب. ما بتاخدش وقت معانا وبتبقى كريمه حلوه قوي، لا بتحتاج لا لبن ولا سكر ولا اي حاجه، هي بيبقى فيها سكرها وفيها كل حاجه. ونخلي بالنا علشان في انواع من دي بيكون ما فيش فيها سكر، فانت لما تجيبي للحلويات تجيبي لها الكريمه اللي فيها سكر. خلاص. طبعا الكميه دي صغيره، فانا هضطر ان انا اضرب معاها كميه من الكريم شانتيه البودر، لان انا ما كانش متوفر عندي من التانية. وبرده علشان اقول لكم ايه المقادير المظبوطه للكريم شانتيه البودر لو انتوا هتعملوه. كل كوبايه ميه كده، ويا ريت يكون فيها تلج تكون متلجه قوي وساقعه، تحط لها كوبايه من الكريم شانتيه علشان يطلع معاكم متماسك، سواء بتعملوه في تورته في جاتوه في اي حاجه. الكريم شانتيه البودر تستخدموا كوبايه وكوبايه، ولازم الميه تكون متلجه. وبنضيف عليه معلقتين 3 سكر، لان الكريم شانتيه الخام بيكون مفيش فيه سكر، فانا بزود له سكر عشان يديله طعم. زي ما انتوا شايفين كده هضربها، بتاخد وقت شوية عن الكريمة اللباني، لكن في النهاية بصوا ادتني قوام متماسك جدا. بصوا عامل ازاي. دي المقادير المظبوطة اللي تديكي كريم شانتيه متماسك مش سايح، لان انتوا بتقولي بنعمل الكريم شانتيه يا دنيا بيكون سايح معانا خالص وما بيثبتش في التورت ولا في الجاتوهات. لو عملتوه بالمقادير دي هيكون مظبوط جدا. طبعا انا هضيف بقى الكمية دي على الكمية ديت وهقلبهم في بعض علشان ياخدوا كده من طعم بعض. وزي ما بقولكوا يا جماعة اي كريمة لباني بامانة بتفرق في الطعم عن كريم شانتيه السايب اللي هو المتحدة، او اي نوع من الانواع السايبة اللي احنا بنجيبها اللي هو الخام. لكن في الكريم شانتيه بتاع الاكياس طعمه مميز وحلو يعني، بس مختلف في الطعم عن الكريم شانتيه اللي هو الخام. كده انا خلاص مزجت الكميتين مع بعض. وبصوا يا جماعة الكريم شانتيه متماسك ازاي. انا بقلب البولة ما بيتحركش ولا بيقع ولا اي حاجة، متماسك جدا جدا. وده الكريم شانتيه المظبوط اللي تزيني بيه التورته او تزيني بيه اي حاجة. الكمية اللي انا عملتها دي لو انتوا هتستخدموا كريم شانتيه من اللباني او الكريمه اللباني استخدمي كوبايتين من الكريمه اللباني. لو هتعملي كريم شانتيه البودر هتستخدمي كوبايه ونص من الكريم شانتيه البودر وعليها كوبايه ونص ميه. تعالوا بقى للتقديم وهقول لكم تقدموها ازاي. لو انت هتقدميها للضيوف او لولادك في وقتها كده مش هتوديها في مكان تاني، طبعا هنقدمها في البولات او في الكاسات اللي انت هتستخدميها وتقدمي فيها لضيوفك او لولادك. طيب انا يا دنيا خارجه بره رايحه رحله رايحه النادي وعايزه اعملها، ممكن تحطيها في علبه كبيره بغطا وهتبقى محكمه وتاخديها معاكي مطرح ما تروحي، هتكون زي الفل. ممكن كمان تهديها لحبايبك وصحابك. طيب انا عايزه اعمل لكل فرد من افراد العيله عندي طبق صغير اخده معايا بره، اي علبه صغيره لها غطا او ملهاش بتجيبيها وهقولك تعملي ايه. بنبدا بقى نحط تلت كده الطبق اللي معايا كنافه ونفردها ونضغط عليها كده، او لو هتحطيها في علبة كده تحطي تلت العلبة كنافة وتحاولي ان انت تسويها كده بالمعلقة على قد ما تقدري علشان تكون مكبوسة. دي العلبة الكبيرة اللي احنا هنستخدمها. ولو هتعملي برضو علب صغيرة للأفراد كده هتاخديها وتخرجي بيها، برضو بتحطي تلت الكوباية كده. انا هنا حطيت الكريمه في كيس حلواني، انت ممكن تحطيها في كيس تلاجة مفيش مشكله خالص، يعني احنا كده كده مش محتاجين لا نزينها ولا نخليها شكلها حلو، احنا عايزين طبقه من الكريمه بس مش اكتر فوق الكنافه. وبعد كده بننزل عليها بالمانجا اللي انا قطعتها مكعبات، بتفرديها عليها بالشكل ده. وطبعا كمية الكريمة وكمية المانجا على حسب رغبتك وعلى حسب انت بتحبيها كتير ولا قليل. وفي الاخر كده شوية الشربات اللي انا قلت لكم سيبوها بحطهم على وشها كده، علشان ايه؟ اولا تحافظ على شكل المانجا وتخليها ما يجرالهاش حاجة مهما قعدت في التلاجة، ثانيا علشان تخلي وشها بيلمع كده وشكله حلو. بصوا شكلها عامل ازاي، قمر يا جماعة بذمتكم مش زي العسل. عملناها بمنتهى السهولة والبساطة، ومكونات زي ما انتوا شايفين بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. ولا تقولوا لي بقى الارقام الخزعبلية اللي بيبيعوها في المحلات، ارقام خرافية باسعار يعني مش قادرة اقول لكم، ومكوناتها بسيطة وسهلة وما بتاخدش مننا وقت كتير. المانجا كتير ورخيصة جدا، والكنافة نص كيلو ب10 جنيه، وشوية الكريمة هتحطيهم عليها وهتعملي كمية وفيرة جدا، يعني هتقعدوا تاكلوا فيها يومين 3 بتمن طبق واحد من اللي احنا بنشتريه من بره.
الفيديو بتاعنا خلاص خلص، والكنافة بالمانجا السكر دي خلاص خلصت. انصحكم تجربوها بجد، هتعشقوها وولادكم هيحبوها جدا. اللي عجبته الكنافة بتاعتي يا ريت يعملي لايك، مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.